السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم النهاردة ايمان من قناة ايمان شانل. في البداية كده الاول انا اسفة جدا ان انا بتأخر عليكم في تنزيل الوصفات، بس النهاردة انا جاية لكم بوصفة جميلة جدا. الوصفة بتاعتنا النهاردة عن كفتة الفراخ. كتير جدا مننا بيشتكي ان الكفتة دي وهو بيعملها بتبقاش مظبوطة معاه خالص، سواء في الطعم وكمان لما بيجي يصبغها او يصبعها على السيخ بتبقى فكة ومش متجانسة. النهاردة هقولك على شوية حاجات تعمليها وتبقى الكفتة بتاعتك ناجحة جدا وطعمها في منتهى الجمال. وكمان هنبدأ نعمل معاها ونقدم جنبها شوية رز طعمهم روعة جدا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك اي فيديو جديد اعمله. يلا بقى بينا تعالوا على الفيديو ندخل ونعرف المقادير بتاعت الوصفة بتاعتنا النهاردة وطريقة تحضيرها. في البداية هحتاج للكفتة كيلو من الفراخ المتقطعة، والفراخ دي صدور على وراك، ويستحسن طبعا لكفتة الفراخ تكون الوراك اكتر من الصدور. هضيف عليهم بضاية كاملة. واثناء ما انت بتحضري، لو انت حضرت الوصفة بتاعتنا انا انصحك ان انت تستغنى عن البيضة دي، وهقولك اثناء الفيديو انا ليه بقولك كده. هنكمل بس مع بعض الاول بقية المقادير. معايا هنا بصلاية كبيرة هنقطعها 4 تربع. حطيت كمان 3 فصوص من الثوم المهروسين. هضيف عليهم كده معلقة ممتلئة صغيرة بس ممتلئة من البابريكا. طبعا احنا عارفين ان الكفتة او اللحمة بتاعت الفراخ بيضة، فالبابريكا ده علشان تخليلك الكفتة بتاعتك حمرة ولونها حلو. ضفت هنا مكعب من مرقة الدجاج، ولو هو مكعب صحيح كده لازم تفركيه وتخليه بودر. هضيف كمان كيس كامل من البيكنج باودر، وطبعا البيكنج باودر دوت علشان يخليلك الكفتة منفوخة ما تبقاش مكتومة في بعضها. تعالوا هنا بقى الأهم عامل هو اللي بيساعد الكفتة تكون مرتبطة وتكون متماسكة على السيخ، هما البقسماط المطحون دوت. حطيت هنا حوالي 5 معالق كبار من البقسماط المطحون على كيلو الفراخ. معانا هنا اختياري معلقة ممتلئة من المستردة، وكمان معلقة صغيرة ممتلئة من الكاتشب. لو مش عندك الكاتشب ولا المستردة دول مش اختياري فما تضيفهمش. هاخد بقى كده نص معلقة صغيرة من الملح، ولو انت بتحبي طعم الحاجة معتدل ما تضيفيش ملح، كفاية مكعب المرق. حطيت كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. هاخد بقى الحاجات دي كلها وهفرمها في الكبة بتاعتي مرة واتنين لحد ما يطلع معاكي خليط الكفتة ناعم جدا زي ما انت شايفة كده، وما يبقاش فيه اثر لاي لحمة او لاي فراخ تكون لسه ما اتفرمتش، ولا اثر للبصل بتاعنا. معايا هنا بقى بعد ما فرمت الخليط ده كله 3 معالق من الزيت، وكمان معايا السيخ اللي هستخدمه في تصبيع الكفتة. بندهن السيخ بقى كده اللي احنا بنصبع بيه، وكمان بندهن ايدينا رشة بسيطة جدا من الزيت، وبتاخدي بقى كده الكفتة بتاعتك وبنصبع فيها على طول. طيب لو انت حسيتي ان الخليط بتاعك مش متجانس او بيفك معاكي من على السيخ اول ما بتفرميه وبتيجي تصبعيه، بتسيبي الخليط دوت في التلاجة بعد ما بتصبعيه ربع ساعة او 10 دقايق على القليل خالص، وبعد كده بقى بتبدأي تصبعيه تاني. ده لو في حالة ان انت بتلاقي الكفتة بتاعتك بتفك من على السيخ، لكن زي ما انت شايفة انا اشتغلت بيها على طول وما شاء الله الكفتة متماسكة جدا والمقادير مظبوطة جدا جدا جدا. بتاخدي بقى كده بايديكي القطعة اللي انت عايزة تكون بيها حجم الصباع بتاعك، وبتبدأي تشكليها على السيخ وبتحطيها بقى كده وتسمغيها كويس جدا، وبتظبطي الصباع على الحجم اللي انت عايزاه. يعني لو عايزاه كبير او عايزاه صغير ده طبعا شيء يرجعلك. بنحط بقى الصباع وبنقفله اهم حاجة من الاطراف كويس جدا، وبتحطيه في صينية تكون مش مدهونة اي مادة دهنية. بنبدأ بقى نحط الصوابع بتاعت الكفتة كده جنب بعضها، وكمان ما بنسيبش كده مسافات بينها وبين بعض، لان الكفتة بتاعتنا ما بتكشش. يعني بتحطي كده الصباع زي ما هو ني بنفس الحجم اللي انت هتحطيه ني بيطلع معاكي بعد ما بيستوي. اهم حاجة واحنا بنصبع الكفتة بناخد القطعة كده ونسمغها في ايدينا شوية، وبعد كده بنروح حاطينها على السيخ، وبنبدأ بقى نشكل الصباع بتاعنا زي ما احنا عايزين.
ولو بين مرة والتانية كده بتروحي دهنة ايدك رشة زيت علشان ما تلزقش الكفتة في ايدك، وكمان بتدهني السيخ اللي انت بتعملي بيه كمان رشة زيت. واحنا بقى بنصبع الكفتة بتاعتنا، تعالوا نتكلم على طريقة التسوية. بنسوي الكفتة في الفرن، بس بنشغل عليها الشواية بس. بحط الصاجة كده في الرف الأوسط، وبروح مشغلة الشواية على الهادي أو على الوسط، مش على الهادي. وبسيب بقى الكفتة بتاعتي كده على الرف الأوسط لحد ما تاخد معايا وتتشمع من فوق. ومجرد ما تتشمع الكفتة من فوق وبتاخد لون حلو، بروح قلبة الصوابع على الوش التاني، وبتاخد نفس اللون بتتشمع معاكي. وبكده تكون الكفتة استوت من جوه وكمان خدت لون حلو من بره. وعلى بقى ما بنسوي الكفتة هنعمل جنبها الرز اللي انا قلتلك عليه. الرز دوت بيبقى طعمه تحفة جدا. بنجيب الحلة وبنضيف فيها كده مادة دهنية، وبنروح حاطين عليها بصلاية تكون متخرطة صغير جدا. وبمجرد ما البصلة تتشمع ويفتح لونها، بنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكركم على الكاري، ومعلقة صغيرة من الملح، ورشة بسيطة جدا من القرفة. بقلب ده كله كده مع البصلاية، وبعدين بحط رشة صغيرة مسافة مثلا أقل من ربع معلقة من الفلفل الأسمر. بقلب بقى البهارات دي كلها مع بعض في البصلة، وبتفضلي تقلبي لحد ما تشمي ريحة التوابل وانتي واقفة في المطبخ. بمجرد ما نشم التوابل، بنضيف الرز اللي احنا غسلينه ومصفينه كويس جدا. وهنا انا مستخدمة الرز المصري بتاعنا عادي جدا. لو انتي حابة تستخدمي رز بسمتي تمام، بيبقى معاكي زي الفل برضو، بس انا حبيت استبدله بالرز المصري، بيقضي الغرض وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. بمجرد ما ننزل بالرز في الحلة، بنفضل كده نقلب في الرز شوية حوالي دقيقة لحد ما الرز بتاعك كده يتشمع، وتلاقي المية اللي احنا كنا غسلينه بيها ما بقتش موجودة خالص، والرز نشف تماما من اي مية فيه. الحركة دي بتخلي الرز بتاعك مفلفل، وكمان بتخليه طعمه تحفة جدا. بياخد من البهارات وبيشرب من طعم البهارات قبل ما بنضيف له المية. بعد بقى ما بتقلبي كده حوالي دقيقة، بنروح ضايفين المية المغلية، وبنقلب كده كويس، وبنظبط المية بحيث انها تغطي الرز بتاعنا حوالي كده عقلة صباع فوق الرز. هنا بقى خلصنا المية بتاعتنا ضفناها. هندوق بقى هنا الرز بتاعنا ملحه عامل ايه. بس الاول نقلب تقليبة كده للرز مع المية بالتوابل، علشان تلاقي كده الرزاية كلها واخدة من طعم التوابل بتاعتنا. هندوق بقى الرز، وتلاقي لو لقيتيه محتاج حبة ملح ما بتضيفيش ملح، وممكن تضيفي هنا بقى ايه نص معلقة او نص مكعب من مرقة الدجاج. بتديله طعم حلو جدا وبتعلي نكهة البهارات فيه. بمجرد بقى ما مية الرز تغلي، بنروح موطين عليه ومغطيينه ونسيبه يستوي على نار هادية. وهنا بقى كانت الكفتة بتاعتنا استوت وطلعت من الفرن، وزي ما انت شفتي كده مستوية من جوه ومش نية خالص. كنت انا بقى حضرت جنبهم طبق سلطة شكله جميل جميل جدا زي ما انت شايفة. وجهزت السرفيس اللي انا هقدم فيه الكفتة، وكنت خرطت بقى بقدونس كده ورشيته في السرفيس. وهبدأ بقى ارص معاكي الكفتة بعد ما طلعت من الفرن، وكان طعمها تحفة جدا. تعالي هنا بقى اقولك على السبب اللي خلاني اقولك استغني عن البيضة اللي احنا ضفناها في اول المقادير. السبب له علاقة بالشكل ليس الا، يعني ملوش علاقة بالطعم خالص. انا بقى لاحظت ان احنا بعد ما بنسوي الكفتة وبتطلعيها من الفرن، الكفتة بيبقى شكلها تحفة جدا ومنتفخة ومستوية من جوه وزي الفل. لكن بمجرد ما تبرد معاكي الكفتة شوية، بتلاقي وش الكفتة كرمش معاكي من فوق كده، وما اداكيش الشكل اللطيف اللي انت بتبقي نفسك تقدمي بيه شكل الكفتة لضيوفك او لحتى اسرتك البسيطة. فهو ده السبب الوحيد اللي خلاني اقولك استغني عن البيضة، ان هو بيكرمش بعد ما بيكرمش وش الكفتة بعد ما بتبرد معاكي. لان دي طبيعة البيض اصلا، ان هو بعد ما بيستوي بيبقى منتفخ وشكله جميل، بمجرد ما بيبرد بتلاقيه كرمش كده وكش في بعض. بس كده هو ده السبب الوحيد، لان انا بقولك استغنى عن البيضة. غير كده طعم الكفتة تحفة ومفيش اي عيب فيها. وده بقى شكل الرز بتاعنا بعد ما استوى وقدمناه. انا هنا بقى كنت غرفته في قوالب بتاعة المولتون كيك، ورحت بقى قلبها في طبق التقديم، واديته الشكل التحفة اللي انت شايفاه دوت، وزينته بعود بقدونس بسيط جدا. وده شكل السفرة بتاعتنا النهاردة، وشكل الاكل كان طعمه تحفة جدا.
بس هنقدم بس هنا جنبه حاجة بسيطة، هنحط جنبه شوية مخلل كده لفت، كنت لسه عاملاهم قريب. لو انت حابة تعرفي انا بقى بخلل اللفت ازاي، هتلاقي الوصفة على القناة، ارجعي للفيديو وهتعرفي انا بخلل اللفت ده بيبقى ازاي، وطعمه بيبقى تحفة جدا. ولحد هنا بقى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ولو انتي لسه ما اشتركتيش في قناتي، اشتركي وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك اي فيديو جديد اعمله. ولو طبقتي وصفتي، اتمنى ان انت تبعتيلي الصور بتاعة الوصفة على صفحتنا على الفيسبوك وانا انشرها، ويسعدني جدا تفاعلكم معايا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.